السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتكلم مع بعضنا البعض عن درسي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. أولا، درس مجلس الوزراء. ترجع نشأة مجلس الوزراء إلى عام 1351 هجريا، وكان يعرف بمجلس الوكلاء. يتألف مجلس الوزراء من 1. الرئيس، 2. النواب، 3. الوزراء، 4. وزراء الدولة، 5. المستشارون المعينون. اختصاصات مجلس الوزراء: 1 2 3 4. 1. رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية. 2. يشرف على تنفيذ القرارات واللوائح والأنظمة. 3. يقر الميزانية العامة للدولة. 4. يقر معاهدات واتفاقات المملكة. أجهزة مجلس الوزراء: مجلس الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ديوان مجلس الوزراء. درس مجلس الشورى. الشورى مبدأ إسلامي يهتم بطلب الرأي والنصيحة، وتعود نشأته إلى عام 1346 هجريا. أول مجلس شورى كان يتكون من رئيس و8 أعضاء، وفي عام 1355 هجريا أعيد تكوينه، فأصبح رئيس ونائب ثاني و10 أعضاء. 1412 صدر نظام جديد للمجلس، وتشكل المجلس في أول دورة له من رئيس و60 عضو، وبعدها أصبح 120 عضوا، وبعدها 150 عضو. وفي عام 1434 أمر ملكي باختيار 30 امرأة سعودية ضمن الأعضاء 150، فأصبح لدينا 120 رجل و30 امرأة. مدة الدورة 4 سنوات. مقر المجلس الرياض. يجوز عقد الجلسات في أي منطقة. اختصاصات المجلس: 1. مناقشة الخطة العامة للتنمية. 2. دراسة الأنظمة واللوائح والاتفاقات. 3. مراجعة الأنظمة واللوائح. 4. مناقشة التقارير الوزارية. الهيئة العامة لمجلس الشورى تتكون من رئيس ونائب رئيس ورؤساء اللجان المختصة. دور الهيئة: 1. وضع الخطة العامة للمجلس. 2. وضع جدول أعمال الجلسات. 3. الفصل فيما يحيله إليها أعضاء المجلس أو رئيسه. 4. إصدار القواعد التنظيمية لأعمال المجلس. يعقد المجلس جلسة كل أسبوعين، يحدد موعدها رئيس المجلس. 2. يرفع الرئيس تقرير سنوي للملك. المادة 44 تنص على أن النظام الأساسي للحكم على وجوب التعاون بين السلطات الثلاثة: التنظيمية والتنفيذية والقضائية.